واصل المنتخب المغربي مشواره الرائع في كأس العالم تحت 20 عاما ببلوغه نصف النهائي، وذلك بعد الفوز المستحق على المنتخب الأمريكي ب3-1. لن أتحدث عن جائزة رجل المباراة لأن ذلك جاء بفضل مجهود الزملاء وبفضل القوة الذهنية وحب الشعب. تمكنا من تقديم مباراة رائعة ولعبنا بالطريقة التي نعرفها، وأنا سعيد جدا بمنتخب بلادي، لكننا سنبدأ بالتركيز على مباراة الدور النصف النهائي. كما قلت من قبل، لدي ثقة كبيرة في الطاقم الفني وفي زملائي، وحقا أنا سعيد جدا. المنتخب المغربي النهارده عمل سيمفونيه على المنتخب الامريكي. هتقول لي يا عم دي امريكا. منتخب المغرب وصلوا سيمي فاينال كاس عالم، بصراحه سجلوا هايلين، منتخب محترم جدا جدا. المغرب بتفوز على امريكا عادي جدا. منتخب المغرب اللي هو المنتخب العربي طلع مربع ذهبي مونديال بكل سهوله. انت تعرف ان منتخب المغرب ده دلوقتي بقى ظاهره، سواء ناشئين او اولمبي او منتخب كبير. المنتخب المغربي اللي في البطوله دي بيحقق نتائج مرعبه. دلوقتي اصبحت المغرب هي قوه عالميه وليست قوه عربيه او افريقيه. لا خلاص طبعا. بيكسب المنتخب البرازيلي، بيكسب المنتخب الاسباني. تجربتهم هايله جدا وناجحه جدا. واتحاد يعني الاتحاد المغربي لكره القدم او الجماعه الملكيه لكره القدم المغربيه بقياده فوزي لقجع، حد فعلا قدر انه يضع المغرب على طريق نقول مش بس النجاح ولكن التألق. رابع العالم. فتحيه لفوزي لقجع للجامعه الملكيه المغربيه. كل البطولات الافريقيه انديه ومنتخبات، بالظبط انديه ومنتخبات وكل حاجه. منتخب امريكا ممكن ما يكونش منتخب قوي جدا، ولكن هو بيلعب في منتخب بقى في المربع الذهبي، وهو منتخب المغرب ماشي بمبدا اللي بلمحه بمرجحه، سكه ودغري قدام منتخبات متمرسه وبيهنها كرويا. اقسم بالله كره سلسه، بيلعب كرة بسيطة، بيتحكم في النسق بتاع الريتم، بيعمل كل حاجة في الكرة يا جدعان. شايف ان منتخب المغرب سهل جدا ان هو يوصل اقسم بالله للنهائي، يعني تقريبا هو قادر يكسب فرنسا، قادر يكسب الارجنتين. مشروع المدربين المغاربه اللي شغال انه يطلعوا كوادر ويأهلوا كوادر ويأهلوا يطلعوا منتخبات قوية سيمي فاينال كاس عالم، مشروع فعلا. وانا شفت بعيني، انا ما حدش حكى لي، انا رحت وشفت بعيني التجهيزات والتحضيرات والشغل اللي بيتعمل للمنتخبات على اعلى مستوى ممكن حضرتك تتخيله وممكن ما تتخيلوش كمان. في انديه وفي منتخبات ما عندهاش التجهيزات اللي هم عاملينها عندهم. طبعا المنتخب المغربي اللي هو بين قوسين اتقل منتخب كروي في البطوله، منتخب قوي جدا. خلينا نبقى بنتكلم، المنتخب المغربي هو نظريا المرشح الاقوى للبطوله. في استقرار، عنده استقرار. الراجل اصل الكابتن وهبي، عشان برضو الناس تبقى عارفه، ده الراجل ده جاي بيعمل مشروع. هو اصلا الراجل ده متخصص في الفئه العمريه دي، الراجل ده كان في بلجيكا ومتخصص مع بقى اندرلخت والفرق هناك في مراحل الناشئين والشباب. الشعب ده يستحق فرحه بصراحه، والناس كلها تستحق فرحه ان الكره المغربيه يمكن حته التنافس. احنا هنا عندنا المنظومه للاسف عشان كده بقول القصه منتخب الشباب ممكن يكون هو العنوان، لكن هو عنوان لمشهد كله للاسف مسيء للكره المصريه. بالمستوى ده هيبقى صعب جدا طبعا ان احنا نمثل احنا اتكلمنا على الكره الاسبانيه، تمثيل مشرف لمصر. يعني اللي بيفهم كوره ورياضه وعايز ينجح ياخد التجربه المغربيه وتجربه الجامعه الملكيه المغربية طبعا. بقياده فوزي لقجع نبراس فعلا للنجاح وللتألق. شوفنا احنا بقالنا فتره شايفين مراحل الناشئين والشباب والاولمبي بتوع المغرب لا على اعلى مستوى. صحيح. شايفين الفرقه بتاعتهم الكبيره على اعلى مستوى. ما عندهمش المشاكل اللي احنا بنعاني منها، لسبب برضو حضرتك ان هم كل الفرق دي وكل الناشئين دول عندهم نمره واحد الاهم هو منتخب المغرب. صحيح. قولا واحدا. يعني الواحد زعلان ليه؟ ان بيشوف مغرب فرقه في ثقه في تعامل حاجه ثانيه. دي حضرتك الولاد دول اتعلموها اكيد من المدربين بتوعهم، ما اتعلموهاش ما بقاش كده، واكيد كان في صرامه وفي التزام، عشان كده اللعيبه دي وصلت في الماتشات بالشكل ده. منتخب المغرب اقول لكم بقى فرق الكواليتي، احنا في حته ثانيه خالص يا جماعه، بعيد قوي، احنا بعيد قوي في الكوره، فرق كواليتي رهيب. اشرف بن شرقي ده لو مصري كان زمانه عامل له تمثال دلوقتي، كان زمانه ما بيطلعش من الملعب، كان زمانه بقى اساسي منتخب مصر الاول وقاعد كده حاطط رجل على رجل بالقدرات والامكانيات بتاعته. انما شفتوا فرق الكواليتي يا جماعه؟ شفتوا احنا وصلنا فين في الكوره؟ ده انا بقول لكم احنا وصلنا فين في الكوره والمغرب وصلت فين في الكوره. هم 2005 بتوعهم بيصعدوا اول على البرازيل والارجنتين، واحنا 2005 بتوعنا يا رب
هولندا تتعادل مع الدنمارك عشان نصعد بفرق الحظ. النبي ده كلام. وحماده انور ما ياخدش، يا رب والنبي ما ياخد انذار. يا جماعه المصحف بذمتكم مش عيب؟ مش عيب والله العظيم عيب لما يكون مصر بقيمتها الكبيره بعدد البطولات اللي اخدتها رقم واحد المفترض على افريقيا، بنوصل لدرجه ان السوبر ستارز بتوعنا اللي بيلعبوا في انديتنا بيلعبوا منتخب المحليين، واحنا بتوع ما عندناش. القماشه مش موجوده، مفيش، بس عمالين نناكف بعض. بتاع المحليين بيناكف الفريق الاول، وبتاع الفريق الاول بيناكف المحليين، وشغالين مناكفه. نيجي بقى في الاساس مفيش. نيجي في الشغل على الارض مفيش. المغرب هريانه في كل حاجه، بص مكسره عضمنا في كل حاجه. منتخب اول، منتخب محليين، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب معرفش اولمبي، كله هنا بيكسب وهنا بيكسب وهنا بيكسب، هنا بيكسب وهنا بيكسب وهنا بيكسب وهنا بيكسب. منتخب الشباب بتاعه وصل لدور الثمانيه ومش بعيد يروح في حته بعيده، يروح السيمي فاينل، يروح للفاينل، يروح في حته بعيده. فرق الكواليتي، فرق الشغل، فرق الدوري العام، فرق الامكانيات، فرق القدرات، فرق كل حاجه. وهنفضل نقول فرق كل مره، هنفضل نقول ونفكركم اللي مسؤولين عن كره القدم في مصر، بنفكرهم. رحنا كاس العالم، مبروك يا سيدي، الف مبروك يا حسام حسن، مبروك يا ابراهيم حسن، يا كباتننا الكبار، مبروك، الف مبروك، حققتوا الهدف. بس ده مش انجاز، ده هدف مش انجاز. 10 فرق بيصعدوا من افريقيا، ده حاجه، ده هدف حققته. نحييك، نسقف لك، نقول لك برافو عليك، حققت الهدف المطلوب منك والهدف الطبيعي. لكن هل هو انجاز؟ لا مش انجاز طبعا. الانجاز ان شاء الله لما كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن يروح بينا في افريقيا لابعد مكان، وفي كاس العالم للانديه، كاس العالم باذن الله تعالى يودونا في حته